وانت في الجيم لازم تلتزم بشوية اداب، لان انت تعتبر في مكان عام، والمكان ده مش هنقول ان هو محتاج شوية تركيز، بس محتاج شوية خصوصية، لان انت ممكن تتسبب في اذية ناس تانيين. اولا احنا في اداب كتيرة اوي وانت بتتعامل في الجيم هنحاول نتناولها ان شاء الله، حتى نتناول موضوعين في كل حلقة. النقطة الاولى عايزين نتكلم عليها الصوت. طبعا الصوت غريب جدا ان احنا غالبا مفيش جيم من غير اصوات غير طبيعية، بس خليني اقول لك ان في ناس بتبتدي زي ما بيقولوا ايه تمشي على الموجة او تساير الاحداث، فتبتدي ان هي تقلد الاصوات اللي بتسمعها في الجيم. اول واحد ابتدع فكرة الاصوات دي يمكن كان ليه سبب معين او حاجة زي كده، او في حد بيحمسه وخلاص ومشيت الموضوع. لكن فكرة تعميم او ان انت ما ينفعش بقى تتمرن غير لما تبتدي تتبع القواعد، وكأن موضوع الصوت او الاصوات اللي بتصدر منك في التمرين ده جزء من التمرين، زي ما انت بتمرن عضلاتك فانت بتمرن مثلا الاحبال الصوتية. فالفكرة دي غلط. يعني ماشي لو انت مضطر او لو في سبب يدعو ان انت يبقى طالع منك الاصوات دي مفيش مشكله، لكن فكره ان انت بتقلد او بتمشي على حسب الموجه او بتلفت النظر او كل الكلام ده بيبقى موضوع بصراحه دمه تقيل جدا. النقطه الثانيه نقطه النظافه العامه. لازم تراعي ان انت هتحتك بناس، وان انت بتبقى في ظروف معينه بتعرق وكده، لازم تخلي بالك ان انت ما تاذيش حد. انا مش بقول ان انت هتروح مثلا تقرب من الناس فتبتدوا يتاذوا مثلا، والناس مثلا تبقى خجوله ان هي تقول لك مثلا، لكن انت من نفسك لازم تراعي الحاجات دي، مش عشان الناس بس، عشان الناس وعشان نفسك. وفي نفس الوقت حاول تمتلك فوطه صغيره خالص، بحيث ان المكان اللي انت هتقعد عليه وهيبقى فيه مكان عرقك او حاجه زي كده مش صح ان انت تسيبه لحد تاني، حد يقعد مكانك وكده، لان انت كده بتاذيه، وهو في نفس الوقت لو عمل الكلام ده يبقى بيأذيك. فلا ضرر ولا ضرار، يعني نحاول نحافظ على المكان عشان يبقى الموضوع اكثر شياكه. اتمنى المعلومات تكون عجبتك، ما تنساش تعمل لنا شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجايه. شكرا.